السلام عليكم ورحمة الله. في كل ركعة في الصلاة كلنا بنقرأ سورة الفاتحة، ومع كل لحظة ضعف أو طلب بنرفع إيدينا ونقول يا رب، ومع كل نعمة بتنزل بنبقى عايزين نقول بقلوبنا وبلساننا الحمد لله والشكر لله. لكن وبصراحة مش كلنا عندنا المعرفة بالله عز وجل بالقدر الكافي اللي يخلي قلبه حاضر في كل ده، وعشان السبب ده ببساطة عملنا في أبجديات أونلاين دورة رحلة إلى الله، رحلة علمية عملية ومعرفية سلوكية بنتناول فيها بشكل بسيط جدا أسماء الله الحسنى اللي وردت في سورة الفاتحة أو الأسماء اللي لها علاقة بما ورد في سورة الفاتحة، فبنتعلمها وبنتعلم إزاي نتعبد لله عز وجل بها، وإزاي نتخلق بها، وإزاي ندخل على الله عز وجل من بابها. وسورة الفاتحة مش مجرد 7 آيات بس، لأ، سورة الفاتحة دي مفتاح القرآن الكريم اللي هو هداية للناس أصلا كلهم. عشان كده ما تصحش الصلاة في اللقاء مع الله عز وجل إلا بتلاوتها، ولن يصح السير إلى الله عز وجل إلا بما فيها، وعلى رأس ما فيها أسماء الله عز وجل وصفاته. فإذا تعلقت بها كان لك هذا الأمر باب للدخول على الله. هنبدأ باسم الله عز وجل الله، ثم الرحمن الرحيم، ثم الرب، ثم الملك والمالك، ثم المعبود، ثم المستعان، ثم الهادي، ثم المنعم. ولا شك إنك لو تعلمت بجد هذه الأسماء فعلا هتبقى صلاتك في حتة تانية، وسيرك إلى الله عز وجل طبعا هيكون في مكان تاني. الموضوع بس محتاج صدق وعلم وعمل. ومن وقت ما تنضم للرحلة بإذن الله هتبتدي في المقدمة واسم الله عز وجل الله، واسم الله عز وجل الرحمن الرحيم، ومن شهر 9 ولمدة 4 شهور هناخد بقية الأسماء. وده مش مجرد شرح، إنما هي فعلا رحلة إلى الله عز وجل نعرف فيها ربنا سبحانه وتعالى عشان نعيش بقلب ونصلي بقلب وندعي بقلب ونعبد ربنا بقلب. والرحلة ماشية بخطوات واضحة: أسبوع المحاضرة، وأسبوع التطبيق العملي والواجب، وأسبوع التفاعل في البث المباشر والمتابعة والإجابة على بعض الأسئلة. وكل 3 أسابيع محطة جديدة، وكل 3 أسابيع اسم جديد.